عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده ان شاء الله حبيت اعمل لكم فيديو سريع بيتكلم عن شنطه الميك اب للمبتدئين. تمام. فجهزت لكم شنطه الميك اب فيها كل حاجه ممكن تحتاجوها، وفي نفس الوقت حاجات جودتها كويسه واسعارها معقوله وتقدري تجيبيها وتعملي بيها ميك اب مناسب للاستعمال اليومي. نبتدي الاول بالحاجات اللي هي هتستخدميها على وشك او على بشرتك: الفاونديشن والباودر والكونسيلر. الفاونديشن ده حلو جدا من اوريفلام، اسمه فيري مي سموث فاونديشن. من الحاجات اللي بجد حلوه جدا وجودتها حلوه وسعره رخيص جدا بالنسبه لجودته. مناسب جدا للاستعمال اليومي، هو الكفرج بتاعته متوسطه، فمناسب للاستعمال اليومي وخفيف. بالنسبه للباودر انصحكم تجربوا الباودر دي من جوردانا، حلوه جدا وناعمه قوي على البشره. الكفرج بتاعها عالي جدا، فلو حابين كمان تستخدموها كفاونديشن هتعجبكم قوي. هي بتيجي معاها سبونج وملايه، تقدري طبعا تستخدمي السبونج. حلوه جدا وسعرها كمان معقول. بعد كده الكونسيلر، انا كنت جربت الكونسيلر ده من اسنس. الكفرج بتاعته عاليه جدا. هو حلو لو بشرتك دهنيه، لو بشرتك جافه هيبقى مش مناسب ليكي، بس بتغطيته عاليه جدا ومناسب اعتقد للاستعمال اليومي وناس كتير بتشكر فيه. بعد كده هكلمكم عن البلاشرز الكويسه واسعارها كمان معقوله. طبعا حاجه بلاشرز بتاعت اسنس كويسه جدا وسعرها معقول قوي وناعمه وجميله جدا. في بلاشر تاني انا جربته من ساندي، هي الماركه مصريه زيها تقريبا زي اماندا، واسعارها كويسه جدا. انا جربت منهم 2 بلاشرز قبل كده. البيجمنت بتاعته عاليه قوي، وهو مش ناعم قوي زي طبعا بتاع اسنس، بس حلو يعني مش وحش، وسعره معقول قوي يعني. كده احنا خلصنا الحاجات الوش كلها. فاضل حاجات العين والشفايف. حاجات العين انا انصحك بالباليت، انصحك بالباليت دي بتاعت فلورمار. حلوه جدا والبيجمنت بتاعها عالي جدا، وطبعا عندهم الوان تانية كتير وسعرها كمان كان معقول وجودتها حلوه قوي. تمام. بالنسبه للكحل، انا انصحك تجربي ده من اوريفلام، من اللي هو اسمه ذا وان هاي امباكت اي بنسل، وهو اسود. حلو جدا جدا، ما بيسحش خالص وثباته عالي وسهل جدا، ان هو مش هتحتاجي براية او حاجه، هو اللي هو بيطلع اوتوماتيك كده بيتلف. اخر حاجه الماسكارا، انا انصحك بالماسكارا دي جدا من اماندا، اللي هي ميجا لاش فولس لاش افكت. بجد تحفه، بتطول الرموش جدا وبتكثفها وثابته على العين وسوادها تحفه وسعرها كمان معقول. بجد من الحاجات اللي حبيتها جدا وبستعملها كل يوم، واعتقد لما تخلص هجيب منها تاني. بالنسبه للحواجب في 2 اوبشنز، يا اما تستخدمي باودر يا اما تستخدمي قلم الحواجب. باودر يعني ممكن مش شرط تجيبي حاجه مخصوصه للحواجب، باودر مخصوص للحواجب. تقدري تستخدمي اي لون اي شادو مناسب لنفس لون حواجبك. يعني مثلا الباليت دي بتاعت الاي شادو فيها لون بني مات، اللون ده بتستخدميه لحواجبك لو حواجبك غامقه شويه، بيبقى شكلها حلو وطبيعي جدا على الحواجب. يا اما تستخدمي القلم ده جبته من ويت اند وايلد، هو لسه جديد بس بجد عجبني جدا جدا جدا. لونه حلو قوي وثباته عالي جدا على الحواجب، بيبقى شكله طبيعي وحلو. ده لونه حلو قوي وشكله بيبقى طبيعي جدا على الحواجب. انا بستخدمه مع الفرشه دي اللي هي شبه فرشة الماسكارا، بوزعه على حواجبي بالفرشة دي بحيث ان هو يدمجه ويبقى شكله طبيعي اكتر على الحواجب بالشكل ده بتدمجه. فلو مش عارفة تجيبي منين فرشة زي دي، اي ماسكارا قديمة عندك اغسليها كويس ونضفيها ونشفيها وتقدري تستخدميها وتسرحي بيها حواجبك وتعملي بيها بلند للقلم الحواجب. حاجه كمان عجباني فيه ان هو كبير جدا جدا القلم ده، يعني هيقعد معاكي فتره طويله قوي. يعني لو قارنته مثلا بالكحل بتاع اوريفلام، طبعا الكحل بتاع اوريفلام صغير جدا فهيقعد معاكي فتره طويله ومش هتحتاجي تشتري حاجه للحواجب لفتره طويله.
خلاص اخر حاجه في شنطه الميك اب هي الارواش. فعندي اختيارين. اول حاجه الليب بالم ده من لابيلو، او اللي هو مرطب الشفايف يعني. حلو قوي وبيدي لون خفيف قوي جدا، خفيف قوي وبيدي لون خفيف جدا على الشفايف، بيبقى شكله طبيعي وفي نفس الوقت مترطب وجميل. فحلو قوي الاستعمال اليومي الصبح. الاختيار التاني هو الروج ده من اماندا. بجد من الارواج اللي حباها جدا. لو بتحبوا الحاجات اللي هي مرطبه يعني، انا بحب الحاجات المرطبه، مش بحب الحاجات المات قوي. فده من الحاجات اللي عجبتني. ثباته معقول يعني. بس حلو، لونه حلو وجودته حلوه وسعره كمان كان حلو. واماندا الارواج بتاعتها كلها تقريبا حلوه يعني. ف ده شكله وده لونه. ده لونه بينك فاتح، مناسب جدا استعمال يومي الصبح. وده رقم 8. بس كده الشنطة فضت بس كده الشنطة فضت. وده كل الحاجات اللي حبيت اتكلم عنها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. ومتنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. مع السلامة.